الحمد لله الواحد القهار الكبير المتعالي العزيز الجبار عالم الغيب والشهادة الرحيم الغفار الموجد المعدوم بإرادة ومقدار المزيل بحكمته آية الليل وآية النهار ثم الصلاة والسلام على من رصعه البهجة والأنوار سيدنا ومولانا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الكرماء الفضلاء الأخيار ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدخول في دار القرار وبعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ثم أوصيكم ونهثكم بانتهاز فرص الحياة الدنيا الفانية على طاعة المولى وحرص الغيرات تزودا للدار الآخرة الباقية بالذكر والشكر على ترتب نعمه الجزيلة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى عليه دون إبداله بالمعصية والبغي والاحتكار والاستبداد على خلقه. إن الدنيا حياة خسيرة لا يعرف ماهيتها إلا من قضى نصيبه. الناس نيام فيها وإذا ماتوا استيقظوا. كاد أن يكفينا الواعظة والانتباه بها وعدم الاعتماد بوهوده وتزينه بكثرة ألوانه. وصف خالقه وتعريف مدبره في تحولاته بتقليله وتضعيفه وتحديد أصيائه. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع خليل. كما قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل خيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وقال عليه الصلاة والسلام في ذم حب الدنيا: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إنها جسر للمرور لا ينبغي للعبد العاقل أن ينهمك في غرورها ويفنى نفساتها باهتمام زخرفاتها ورفاهيتها مع الغفلة بدينه وخصائصه ودقائقه وعظمة ربه وخالقه. كما قال الشاعر في وصف الإنسان الحائر: فتن بدنياه بصير ناقد متخافل في دينه متبلد حرد إذا ما سيم خصفا جاهه وإذا يصام إلهه لم يحرد يسدي ويلهم في الغرور مزاولا ما عنه بد من لعاي الخسرة. عباد الله، اغتنموا الخيرات قبل الفوات مدة الأزمان من جميع الشهور والأيام
بل في أيامنا هذا بالطاعات المتنوعة ذكرا وقياما وتلاوة وإنفاقا وتراحما وتحاببا وتصابرا وتعاددا